المدير بل من واجبه أن يكون مشغولا. رأيت يا فردوس؟ لهذا لا أريدك أن تتحدثي عن عملي. أنت تعذبينني، تسلمينني للقلق، تجعلينني أشعر بالتعاسة. أنا أحب أن أمضي أمسيتي هادئا وأنت تجرينني إلى المشاكل. ما دخلي أنا بالمشاكل؟ أنا لا أحب، وأنا مالي. كيف؟ أن أفكر حتى يصيبني الخجل؟ أن أمضي ليلة مؤرقا يمزقني القلق حتى أموت؟ هل تريدين أن أموت يا فردوس؟ أن أكره حتى يعميني الكره؟ أن تجلس الآن في سكون فتفكر احتجاجا صارخا على موقفهم مني. تقصدين عريضة أبدأها بالسلام؟ تتصرف متحمل بالأسانيد ولديك الكفاية منها. تحداهم أن يبرروا تخطيهم لك في الترقيق. نبههم بأن لك صوتا أيضا وأنك موجود، وأنني عدو له، بأن لك عينا ترى وأذنا تسمع، وأن لك كرامة. وهل الدعوة غير ذلك يا فردوس؟ تصرفاتهم لا توحي بأنهم يقيمون وزنا لهذا. لا 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 يا فردوس، لا، أنت تهونين من شأني. لا، هذه إهانة. أول مرة أسمعك توجهين إلى إهانة. اضربني إذا. فردوس، ماذا دهاك؟ إن كنت مقتنع بأني قد أهانتك فأدبني. أريدك أن تضربني. فردوس، هذا عجيب، هذا دهانة يا فردوس. لابد أن عينا أصفر. نعم، لو أنني كنت عثرت على الولد لما خضنا في هذا الحديث ولما تطرق من الحال والأمر إلى هذا الحد من السفه. هذا سفه. لو أنني عثرت على الولد، ولكن أين أجده؟ ليس له أجنحة حتى يطير. لابد أن أعثر على هذا الولد. لابد أنه هنا وليعبدوا بالشركة ما شاءوا وليراقوا من شاءوا. أجمال ولتخسر الشركة كل أموالها. أنا لست مطلوبا مني أن أصلح الكون يا فردوس. مالي؟ أنا لن أكون مشاغبا أبدا يا فردوس. خلي بالك، لن أكون مشاغبا. حاضر. طيب فردوس، أنت تسمع هذه الكلمة؟ أنا لن أكون مشاغبا. طيب حاضر. لابد أنه خير سيلاعب. نعم، ليس بطوله. وانشغل يا أخي بالطلوب والمشي. شاغل يا أخي. فردوس، يكفي أن ألاعب خير، يكفي ذلك. ولكن الكوتشينة ناقصة يا فردوس. سنلعب بها ناقصة. خير سوف يجد حل لها. نعم، خير. حاضر. لا يليق أن تقابلي خير وأنت بهذه الملاذ. هيا هيا يا فردوس. حقيقة أن خيري قدير. حاضر. طيب تعال يا خيري. اسم سيادتك هو المدون هنا؟ عفوا، فأنا رجل أمي لا أعرف القراءة ولا الكتاب. نعم، إنه اسمي فعلا. سيادتك قرض. قرض؟ نعم قرض. هذا هو. القرض الكبير. ممن هو؟ أنا لا أعرف وأنا مالي. ولا أسأل عن راسلين. وقع هنا بفضل. ولكنني لا أنتظر طرودا من أحد. خذ. هذا يجعل للهدية قيمتها. وأفضل الهدايا ما يأتي بغير انتظار، هكذا من السماء. أنت كحق، إنه يبدو طردا ثمينا. له فقير، لقد كنت أسقط به على السلم. وسلمكم عالي جدا. أنا لا أحب الأدوار العالية. ولا أنا. ألف شكر. تفضل يا سيدي. الطارق. شكرا يا سيدي. فردوس، تعال يا فردوس. اطلعي ملابسك فليس خير والذي اطلعي. سيدي، ألن تساعدني في إدخاله؟ حسنا.
كيف صعد به السلم؟ كان يتعين علي ان امنحه بخشيشا. نعم يا سيدي. لن الحق به، فلقد هبط السلم قفزا. لاضاعف له البخشيش في المره القادمه. فردوس، تعال يا فردوس، لقد كان طلب كبير يا فردوس. يظهر ان كيدي لم ياتي بعد. احسن. قد يكون من عمتي. نعم، ربما رأت أن تطعمنا مرة من خيرها قبل أن تموت. لقد جاء في الوقت المناسب تماما. عزاء صغير ولكنه جميل. إن السماء تذكرنا دوما بأن الله لا ينسى عباده. مجرد تذكرة. أجل محترم، معتبر، مفتكس. ولا خير. فردوس، إن الرجل لم يعطيني المفتاح بتاع الخير. إنه مفتوح. ولكن ألا يحتمل أن يكون هذا الرجل قد سرق شيئا من الصندوق؟ لا، أنا لا أظن ذلك، فأنا لست شكاكا. فقد كانت الطيبة هدية عليه. صحيح أنه كان فظا، إلا يما المشاكل وأكثر. فلماذا ابتلى بهذه المصيبة الثقيلة؟ لماذا اختاروني أنا لله؟ أني طيب، أنا لا أستحق كل هذا يا ربي، فأنا طيب. أنا لا أغني يا بنت حرام، إنني أصدم وأحدد. تتصرف في هذا الصندوق حالا. أنا لا أعرف من عصروه حتى عودته إليه. أكون أعرفك على حقيقتك، أود أن لك علاقة. علاقة بماذا؟ هل تريدني أن تدعس؟ ولكني أعرفك، أنت لا تقتل لنا. هذه هامة أخرى. أشكرك على هذا الإطراء. 20 سنة من حسن السير والسلوك بشهادة. فما علاقتنا بهذا القتيل؟ أولم تقل بأن في هذا الصندوق؟ ولكنني لم أقل إنه قتيل. قد يموت الإنسان ولا يقتل. كثيرون ممن أعرفهم ماتوا تصوروا دون الموت. لماذا يرسلونه إليك بهذه الطريقة؟ ربما احتاروا في دفنه فرأوا أن يلقوا عليه مهمة على عاتقه. ربما ظنوه قريبا لي. هل تعتقد هذا حقا؟ يا زوجتي. إن في هذا الصندوق جريمة يا رب. جريمة؟ وما علاقتي أنا بالجرائم؟ قال الله يا ذلك يا شيخة. لماذا؟